ايه رأيكم بقى في الحلاوة والجمال والطعام دي؟ والله كمان يا بنات الكاميرا بجد ظلموها بمعنى الكلمة. كانت طعمها روعة وشكلها على الطبيعة حاجة تانية خالص. اتمنى بجد ان انتوا تجربوها. تعالوا ندخل على الفيديو بتاع النهاردة، بس فضلا منكم وليست امرا حطوا لايك للفيديو الاول، اشتركوا في القناة لو انتوا لسه مشتركتوش، وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي ان شاء الله اول باول. هنعمل احلى صينيه فراخ بالبطاطس، وكمان هتبقى فيها قيمه غذائيه عاليه جدا. زي ما انتم شايفين في الصوره ده انا حاطه فيها جزر، كمان الاطفال او الاولاد اللي مش بيحبوا ياكلوا الجزر تماما الطريقه دي هياكلوها هيبقوا مبسوطين منه جدا بمعنى الكلمه، لاني بتخلي طعمها مختلف. وشويه كمان تريكات كده بسيطه هقول لكم ازاي تتبلوا الفرخه وازاي ما يطلعلهاش زفاره، وازاي يبقى طعمها حلو، مش اي صينيه بطاطس عاديه والسلام، لا بل بالعكس طعمها حلو جدا ومقربه للمشويه كمان. كل ده هنقوله داخل الفيديو بتاع النهارده، بس تابع بتاعنا الفيديو الاخر وما تنسيش تقولي رايك تحت في الكومنتات. يلا بينا على الوصفه ونقول بسم الله. ونجيب اول حاجه الصينيه اللي انت هتستخدميها بقى، ايا كان صينيه ألمونيا او صينيه تيفال او سيراميك اللي انت تستخدميه، طبعا دي حريه شخصيه ليكي. انا هجيب شويه من الزيت صغيرين كده تقريبا معلقتين زيت، والزيت ده حسب حريتك. ممكن تعمليها من غير زيت خالص لو انت مش بتحبي الاكل فيه زيت، ولكن شويه الزيت الصغيرين دول مش هيعملوا حاجه، في نفس الوقت بيطعم الصينيه معانا حلو جدا. انا حبيت امسح الزيت بدل ما اعمله بايديا، عملته بالبطاطس. جبت بطاطس عاديه جدا، بس علشان وقت الفيديو انا ما جبتها لكوش وانا بقشرها وبقطعها، وقطعتها حلقات تكون سميكه شويه عشان ما تتهريش معايا او البطاطس ما تتكسرش معايا. عايزه اطلع الخرطه زي ما انا احطها كده في الصينيه. هفرد البطاطس بتاعتي الكميه بتاعتي كلها اللي انا حطاها، وهحط فيها حلقات من البصل، وهحط جزر. وهتقولي لي فايده الجزر هنا ايه؟ هقولك الجزر هنا بيطعم الصينيه معانا، وفي نفس الوقت بيدي قيمه غذائيه عاليه جدا للبطاطس، وبيغير بجد طعمها بمعنى الكلمه. كمان للاولاد اللي مش بيحبوا ياكلوا جزر او كوسه تقدروا ان انتوا تحطيهم، لكن انا ما كانش متوفر عندي كوسه في الوقت ده، فانا استكفيت وحطيت جزر بس. طبعا تقدري تشكلي، عايزه تحطي جزر حطي، عايزه تحطي بطاطس حطي، في ناس بتحط بنجر، ولكن انا من الناس اللي ما بتحبش البنجر في صينيه البطاطس، بيخليها مش حلوه بصراحه. هبدا كده افرد حلقات البصل بتاعتي، وهجيب الجزر اللي انا مقطعاه. انا هنا حبيت اعمل خدعه صغيره للاولاد وكده، فحبيت اعمله باشكال. جبت القطاعه العاديه خالص بتاعتنا اللي هي بتاعه المخلل، وقطعت بيها الجزر زي ما انتم شايفين كده بشكل، قلت عشان يعمل شكل كويس وفي نفس الوقت يحبوها وياكلوها، وده بالفعل اللي حصل، حبوها جدا واكلوها جدا، كانوا مبسوطين فعلا بالشكل وهم اخدينه كده وبياكلوه. هفضي كميه الجزر بتاعتي، انا حاطه تقريبا جزرتين كبار، واحده كبيره وواحده متوسطه الحجم. ايا كان بقى الكميه اللي انتي برضو عايزاها، عايزه تحطي واحده براحتك، مش عايزه تحطي خالص براحتك، ولكن فايده كبيره لاولادك ان انتي تحطي لهم جزر وكوسه كمان. هبدا بقى احط البهارات بتاعتي، احط كمون واحط فلفل اسود، وهحط شويه من القرفه والملح بتاعي وبهارات لحمه. لو انتي عايزه تستغني عن بهارات اللحمه وتحطي بهارات فراخ مفيش اي مشكله، ولكن انا ما كانش متوفر عندي برضو بهارات فراخ في الوقت ده، فحطيت بهارات لحمه. حاجه بسيطه خالص بتدي طعم حلو، في نفس الوقت مش بتبان يا بنات. بعد كده ما هتبل البطاطس بتاعتي، هروح للفراخ بتاعتي. انا مقطعاها حسب الرغبه، يعني انا مقطعه الفرخه بتاعتي الورك على 2 والصدر برضو على 2. حابه تقطعي الصدر على 3 براحتك، ولكن انا قطعت الصدر على 2 بتبقى الحته اللي اخدنا حته محترمه، يعني حته كبيره مش حته صغيره. حبيت تبقى القطعه اللي ياخدها تبقى قطعه كبيره مش قطعه صغيره، مثلا الاطفال يستصغروها او يقولوا اللي هي صغيره. واوعي تنسي الملح بتاعك في صينيه البطاطس. رشيت كده الملح بتاعي، وطبعا ببقى محضره عصير طماطم. والطماطم في صينيه البطاطس ما تبقاش تقيله يا بنات وما تبقاش خفيفه، يعني خليها وسط. يعني الصينيه دي انا طحنا لها 3 طماطمات بالظبط، حجمهم متوسط. دي بقى حتتين توم من التوم اللي انا مفرزاه في الفريزر،
ما عندكيش هاتي من فصين ل 3 فصوص توم وفرميهم وحطيهم، هتدي طعم حلو جدا معاكي في الصينيه. كده الصينيه بتاعتي خلصت. هجيب بقى شويه من عصير الطماطم، بس هحط شويه صغيرين بس مش هحطهم كلهم، علشان الباقي لما ارص الفراخ انزل عليها بعصير الطماطم. وادي الفراخ بتاعتي انا بقى متبلاها، تبلتها قبل ما ابدا في صينيه البطاطس بتاعتي. البهارات اللي حطيتها فيها ملح، فلفل، كمون، بابريكا، بصل باودر، توم باودر، سنه بسيطه من الكركم، ورشه حبهان. هتقولي لي الحبهان بيترش؟ انا بجيب الحبهان وبطحنه مع حاجه بسيطه جدا من المستكه، وبحطه كده في برطمان، وباخد منه حاجه بسيطه خالص، نكهه بسيطه جدا يا بنات، بس بتعلي التست جامد جدا. ما تحطيش كتير منه، حطي نكهه بسيطه جدا. وحطيت البهارات دي على بعض، ودعكت بيها الفرخه بتاعتي من بره الجلد وجوه الجلد، ومن الفرخه من جوه، من الحتت اللي بتبقى من جوه. وسبتها عقبال ما قشرت البطاطس بتاعتي، وقطعت البصل وقطعت الجزر، يعني تقريبا كده دقيقتين. وهاجي بقى ارصها على صينيه البطاطس بتاعتي زي ما انتم شايفين كده، وهنزل بباقي عصير الطماطم بتاعي. كده خلاص الصينيه بتاعتي ما بقتش محتاجه اي حاجه خالص، يعني ما عدتش هحط لها لا بهارات ولا ملح ولا اي حاجه خالص. وفي التتبيله بتاعت الفراخ حطيت لها ملح بس بسيط جدا، لان انا حاطه ملح في البطاطس عندي. هكمل بقى بميه عشان الفراخ طبعا بتاعتي تستوي كويس. خلاص كده الصينيه بتاعتي خلصت. هجيب بقى ورق فويل واغطي الصينيه بتاعتي كويس جدا علشان تستوي. واللي مش عايزه تغطي بورق فويل او مش متوفر عندها، تغطي باي غطا، مفيش اي مشكله. لو الصينيه لها غطا تغطيها بغطا، لو الصينيه ملهاش غطا تجيب غطا ايا كان بقى، غطا كبير او صينيه من اللي هي بتبقى الالمونيا وتحطها عليها عادي، مفيش اي مشكله. اما طريقه التسويه تقدري تسويها على البوتاجاز عادي من فوق، او تدخليها الفرن. الفرن هتقعد معاكي تقريبا من نص ساعه لساعه الا ربع. هي خلاص هي انا رحت اجيب ورق الفويل بتاعي علشان اغطي الصينيه بتاعتي. حقيقي كان طعمها اكتر من روعه، وكانت قلبه ريحه البيت. التكات البسيطه او التوابل اللي احنا حطيناها في الفراخ المختلفه كانت مخليه طعمها بجد روعه بمعنى الكلمه. دخلتها الفرن، وبعد ما دخلتها الفرن ده كان شكلها النهائي بعد ما طلعت. لو انت بقى حابه تحمريها جامد تحت الفرن او في الشوايه يعني براحتك، ولكن انا استكفيت بتحميره بسيطه جدا، حاجه كده خفيفه يعني، لان انا حقيقي كنت مستعجله كمان. وده كان شكلها النهائي بعد ما خلصت. يا رب الفيديو بتاعي يكون عجبكم، ما تنسوش تحطوا لي لايك وتشتركوا في قناتي لو انتوا لسه ما اشتركتوش، وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي ان شاء الله اول باول. تقدري بقى لو انت حابه، احنا داخل علينا رمضان، تعملي خير، تقدري تعملي اكله زي دي وتحطي في كل طبق شويه رز وجنبه حتتين بطاطس على حتتين جزر وجميع حته من الفراخ، هيبقى ثواب ليكي حلو جدا جدا. للناس اللي بتحب تعمل اكلات في رمضان ومش عايزه دي تعمل فراخ مسلوقه او الكلام ده كله او مشويه، دي سهله وسريعه ومش بتاخد وقت. حطوا بقى لايك واشتركوا في القناه لو انتوا لسه ما اشتركتوش. هنعمل لكم ان شاء الله تنظيفات رمضان وعزايم رمضان وكل حاجه حلوه هتلاقوها عندي في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.